صباح الخير يا حبايبي. النهارده المشمش كتير بقى في السوق، قلت هنعمل مربى مشمش تاخدوها بقى للرحلات، سندوتشات، اللي رايحين النادي والسباحة، كل الحاجات الحلوة دي هتنفع. عندنا دول 3 كوبايات ونص مشمش مغسول ومتشال النقع منه اهو، بس هو علشان كان في التلاجة بقاله كام يوم فبدأ لونه يغير، لكن ما جرالوش حاجة زي الفل. دول 3 كوبايات ونص، عليهم كوباية وربع سكر، هنحطهم على النار وهوريكم النتيجة في الآخر. ماشي، لو عندكم وقت ممكن تنقعوه من بالليل، يعني يستحسن. انا بحبها مززة شوية فهقلل نسبة السكر، يعني كوباية الا. احطه على النار واوريهولكم وهو بيشتغل. حبايبي هي بصوا دخلت في السوايات، هنحط بس عصير ليمون، تقريبا معلقة صغيرة ليمونة، تقريبا عصير ليمونة صغيرة، مش كبيرة مش كبيرة. دخلت في السوا، اخلص سواها واوريها لكم. بصوا حبايبي كريمي، شايفين الروعة؟ لسه سخنة مولعة اهي، شوفوا الروعة بتاعتها، يعني تتحط على توست، تتاخد في علبة كده واحنا رايحين النادي، واحنا رايحين رحلة، سندوتشات. بصوا كريمي كريمي زي البرطمانات اللي بيقولك مربى كريمي اهي، فيها ايه دي؟ ولا حاجة. بس انا عشان بحبها مززة فحاطة كوباية بالظبط سكر على 3 كوبايات ونص مشمش، طبعا منزوع النوى. طب احنا عايزين نسكرها شوية، اللي بيحب سكر شوية زيادة هيحط كوباية ونص على 3 كوبايات ونص. انا حاطة كوباية فمززة، عايزين نزود شوية ممكن تزودي نص كوباية سكر. طبعا انا نسيت اقول لكم على عصير الليمون، بس برضو صورته عصير ليمونة صغيرة خالص بس. هعبيها بقى برطمان عندي كده وهحطها بقى في التلاجة، وان شاء الله هعمل لكم حاجة حلوة بالمربى، هي ما بتتعملش غير بالمربى مشمش. صدقوني روعة، هتعجبكم جدا. الناس اللي بيعشقوا بقى مزازة المشمش فوق الرائع فوق الرائع، بالذات لما تقللوا السكر وتبقى مزازة المشمش بس هي اللي فيها، وكريمي اهي بقى، وعظمة عظمة عظمة. ضلمة كده جميل كده. بصوا حبايبي، جابت برطمان اهو، وكمان مج صغير كده، دول الحبة اللي احنا عملناهم طبعا، وفي معلقتين 3 زيادة كده، يعني خليناهم نعملهم ساندويتش. ايه رأيكم يا حبايبي؟ وانا بشكر اللي بيتابعني، انا بشكر يا جماعة اللي بيتابعني، متشكرة جدا. متنسونيش في اللايك والشير، وتابعوني على قناتي. باي باي.